بصي بقى بصراحه كده الجو ده عاوز صينيه الكيكه القمر دي مع كوبايه شاي بلبن. ما هو ده بقى ايه، هو ده جو السقسقه في الجو ده. عايزه اقول لكم هنعمل صينيه كيكه خطيره قد ايه، مرتفعه زي ما انتم شايفين وهشه جدا جدا، وكمان لونها حلو جدا فاتح ما شاء الله من جوه، وواخده اللون المكرمل الجميل ده من بره. بجد هنعملها بكل خطوات سهله وبسيطه وبدون اي افتكاسات. وعايزه اقول لك لو عايزاها مرتفعه عن كده كمان هقول لك تعملي ايه، ولو مش عايزاها مرتفعه قوي زي كده برضه هقول لك تعملي ايه. سمي بالله وصلي على رسول الله يا قمر. تنسيش بقى يا قمر تعملي لي لايك وشير للفيديو، وكمان كومنت ولو بحرف، جزاكم الله خيرا. طب بصوا بقى، اول حاجه في البوله كده حطيت بيضايه وعليها كيس من الفانيليا ومعلقه كبيره من الخل، وهنبدا نضربها كويس قوي بالمضرب الكهربائي او في الخلاط لحد لما اللون بتاعها يفتح معانا وتبقى عامله فوليوم كده. تمام. هنزل عليها بقى هنا في المرحله دي بكوبايه من السكر اللي هو مج الشاي العادي اللي هو 200 جرام. تمام كده. هنضرب بقى السكر ده كويس قوي بالمضرب لحد لما الخليط يفتح معانا كده ويبقى كريمي خالص. كل مرحله بتضربيها واللون بيفتح معاكي هنا بتدي نتيجه للكيكه ان تطلع معاكي لونها فاتح من جوه وابيض. حلو كده. طيب بعد كده هننزل هنا بتلت كوبايه من الزيت. حلو. هنبدا بقى نضرب كل ده كويس برضو قوي. في كل مرحله هتضربي زي ما قلت وتخفقي المكونات كويس قوي. بعد كده هنزل هنا بكوبايتين من الدقيق. يستحسن هنا طبعا ان دي يكون منخول، بيدي هشاشه ونتيجه احسن للكيكه. تمام. هبدا كمان انزل عليه بكيس بيكنج باودر او معلقه كبيره من البيكنج باودر. تمام كده. طيب وهبدا انزل برشه بسيطه قوي من الملح. هقلب كل ده كويس قوي، الدقيق مع المكونات الجافه دي مع المكونات اللي حطيناها البيض والسكر والكلام ده. بس كده يا رشا، فين بقيه السوائل؟ انا جايه لكم في الكلام. هنجيب بقى هنا كوبايه لبن بتغلي، عارفين يعني ايه لسه طافين النار عليها، وهتبداي تنزلي بكوبايه الحليب كده سخنه نازله لسه من على النار على الخليط بتاعك ده، وواحده واحده بقى كده قلبي بالاسباتوله او باي معلقه عندك. وبعد كده هاتي بقى في المرحله دي المضرب بتاعك وابدأي بقى ايه اضربي بالمضرب اليدوي عادي زي ما انتم شايفين طريقه الضرب ازاي. بصوا بجيب كده من تحت لفوق من تحت لفوق. حطي لايك يا قمر واعملي شير للفيديو. تمام. بصي بقى حبيبه قلبي زي ما انت شايفه هنا، بصوا هنا القوام بتاعها بدأ يبقى كويس جدا معانا ازاي. طيب هبدأ بقى هنا خلاص نستغنى عن المضرب اليدوي كده، وهنجيب تاني المعلقه بتاعتنا ونبدأ زي ما انتم شايفين هنا بدخل لها الهواء، وهنا بوريكم ان هو ده قوام الكيكه بتاعتنا. طيب هاتي بقى هنا الصينيه بتاعتنا اللي هنحضر فيها الكيك. هنبدا بقى ندهنها دهنه كده بالزبده او بالزيت، والصينيه دي مقاس 28، وهننزل بالخليط بتاعنا بالشكل ده كله. طب احنا عايزين الكيكه بتاعتنا مرتفعه عن كده، يبقى بدل ما الصينيه هتبقى 28 هنخليها 26 24. كل ما تصغري كل ما الكيكه هتطلع معاكي عاليه جدا. انا المقاس ده كان حلو جدا ليا عشان الولاد يعرفوا كده يسقسقوا في كوبايه الشاي. طيب عايزاها رفيعه عن كده هتكبري الصينيه تبقى مقاس 30. هناخدها الفرن على درجه حراره 180، تقعد معاكي من 25 دقيقه ل 30 دقيقه في الفرن وهتتابعيها. وعايزه اقول لك هتطلعي اجمل والذ صينيه كيكه بجد خطيره، وزي ما انت شايفه لونها جميل جدا. برضه هقول لك معلومه تاني، هقول لك تعملي ايه بقى يا ست الكل. اول حاجه هنا طبعا انا قطعتها سخنه عشان اقدمها لكم لاني كنت مستعجله والولاد كانوا عايزين يتعشوا ويناموا. تمام. طيب بصي بقى انت هنا لازم تخليها يا ريت تبرد شويه علشان لو هي سخنه هتلاقيها بتفرول معاكي. لو بردت شويه الكيكه بتعرفي تقطعيها كويس وبتبقى متماسكه اكتر من كده. بصوا هنا لونها جميل جدا ازاي، شايفين بجد بجد شكلها خطير. تقدري بقى تعمليها كده في العشاء مع كوبايه شاي بلبن، وكمان الولاد يفطروا منها الصبح قبل ما يروحوا المدرسه، تديها لهم في اللانش بوكس. زي ما انتم شايفين فيها كل العناصر الغذائيه، وجربوها كده كيكه الحليب الساخن دي بجد بجد خطيره، وخلت الكيكه دي في حته تانية. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم. بصوا قد ايه بقى هشه وجميله من جوه. بصوا شايفين لونها كمان حلو جدا، ولونها من بره كمان جميل. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. واللي ما شافش الفيديو اللي انا لسه منزلاه قبل ده يروح بسرعه يشوفه. عملت لكم العيش التورتيلا اللي هو عيش الشاورما السوري جميل جدا ب3 كوبايات دي، عملت لكم وليمه. روحوا بسرعه على الفيديو واعملوا لفه في الصفحه يا امارات، ان شاء الله هتعجبكم. بالله عليكم ما تنسونيش في لايك وشير للفيديو حبايب قلبي، واتمنى اكون كنت عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، ومع الف سلامه.